السلام عليكم. عملت لستة كده فيها حوالي 30 شخصية من الأسوأ في تاريخ العراق كله، والنهاردة اخترت إن أنا أحكي لك عن 3 منهم بس. كل واحد فيهم وبطريقته الخاصة كان السبب في نار وقتل ودمار ومشاكل كبيرة وكتيرة شكلت تاريخ العراق اللي نعرفه النهاردة. يلا بينا نبدأ. تيموجين أو جنكيز خان اللي أسس الإمبراطورية المغولية كان خلاص جاب آخره من القتل والحروب، فقال لنفسه يا عم الواحد يقعد كده يكنه يستقنيس في إمبراطوريته الكبيرة دي ونتاجر مع جيراننا المسلمين ونروح على دماغنا. لكن فجأة طلع له خازوق قلب الدنيا فوقاني تحتاني، خازوق هيغير التاريخ كله حرفيا. القصة بدأت لما كان في قافلة تجار مغول فيها حوالي 450 تاجر مسلم، كانت مسافرة تبيع بضاعتها في أراضي الدولة الخوارزمية وقتها، وهم معديين على مدينة اسمها أوترار أو فاراب اللي النهاردة موجودة في كازاخستان. حاكم المدينة اللي كان اسمه إينالجوك، الراجل ده راح مثبتهم وخد بضاعتهم وبعت للسلطان اللي هو كان في نفس الوقت ابن اخت مراته، قال له كان في شوية جواسيس مغول معدين من عندي بس انا خلصت لك عليهم وخدت البضاعة اللي معاهم. واحد بس من سواقين الجمال قدر يهرب ويوصل الخبر لجنكيز خان. السلطان علاء الدين محمد خوارزمي شاه لما استلم الرساله بتاعت نالجوك امن عليها وقال له مالكش فيه سيبها لي. ولما جنكيز خان عرف باللي حصل بعت له رساله يقول له فيها انه يعني يسلم نالجوك ويرجع البضاعه ونخلص الحوار ده. بس بدل ما السلطان يلم الدنيا علشان يحلوا المشكله، راح نافش ريشه واتحدى المغول وريسهم. مسك السفراء المغول اللي جايين برساله جنكيز خان وحلق لهم شعرهم وبعت معاهم راس واحد منهم في كيس. بالنسبة لجنكيز خان كده خلاص كانت جابت اخرها. انتوا بتهزقوني، ولما اقول لكم معلش عادي حصل خير وعايز امشي الدنيا تستهيفوني وكمان تقلوا من رجالتي؟ ماشي، قابلوا بقى. المغول بقيادة جنكيز خان وولاده كل واحد راح في حتة. جوجي وجوغتاي على اخر سنة 1219 حصروا مدينة أترار حوالي 5 شهور، وفي الاخر قدروا يدشملوا دفاعات المدينة، ومسكوا إينال جوغ ده وعملوه عبرة ومبعر، خرموه خالص، صبوا فضة سايحة في ودانه وعينيه لحد لما مات. نهاية بشعة لواحد أصلا مستفز. وعلى فكرة الحركة دي كانت جزء من عقيدة عسكرية مغولية اسمها تكتيك الصدمة والرعب، اللي هو نظام اضرب المربوط علشان أي حد يفكر يقاوم يعرف إن مصيره هيكون أبشع. وعلى فبراير سنة 1220 قوات جنكيز خان وطلوي ابنه هجموا على مدينة بخارى، وفي خلال 3 أيام بس كانوا دشملوا كل الحصون وذبحوا أي حد مش هينفعهم. الصنايعية والناس اللي بتفهم في أي شغلانة من أهالي بخارى خلوهم علشان يبنوا بيهم دولتهم الجديدة في فترة اتسمت بعد كده بالسلام المنغولي أو باكس منغوليا. وفي ابريل سنة 1221 طولوي ابن جنكيز خان كان مسح مدينة مارو دي من على وش الارض، عمل مذبحة ارقامها خيالية، بيقول لك اكتر من 700 الف واحد ماتوا. مدينة كانت منارة للعلم والتجارة اتحولت في لحظة لخرابة. وابنه بطل اول حكاية كان لسه عنده 2 سنين وقتها بس، عشان كده هيجي دوره بعديهم علشان يعلي على ابوه جده في القتل والدمار. اتولد في عز الامبراطوريه المغوليه حوالي سنه 1217 ميلاديا، حفيد جنكيز خان وابنه طولوي اللي كان اصغر ولاد جنكيز خان واللي كان عمل المذبحه اللي لسه قايل لك عليها. وكونه ابنه صغير وسط اخواته الكبار ممكن ده يكون اللي كان زرع جواه فكره ان هو لازم يثبت نفسه، لازم يكون زي اجداده وينافس ولاد عمامه تقريبا في اي كل حاجه. كبر وما كانش في دماغه قوي ان هو يبقى حاكم لمجرد طموحه الشخصي، بس كانت اول مهمه امبراطوريه مباشره من اخوه الكبير مونكو خان اللي كان الخان الاعظم، يعني اللي هو زعيم الامبراطوريه كلها سنه 1253. كلفه بمهمه كبيره قوي على جزئين. الجزء الاول ان هو ينهي خالص على الاسماعيليين النزاريين او الحشاشين يعني، ويطلعهم من قلاعهم في الجبال. والتاني ان هو يهد الخلافه العباسيه اللي موجوده في بغداد، وبكده الامبراطوريه المغوليه تتوسع اكتر واكتر ناحيه الغرب. مونكو خان بيقول لك اداله جيش كان اكبر جيش مغولي اتجمع في التاريخ كله، في حوالي خمس المحاربين اللي موجودين في الامبراطوريه المغوليه كلها. وده كان بيوريك قد ايه يعني اخوه واثق فيه، وطبعا قد ايه المهمه صعبه جدا. الجيش ده كمان ما كانش كله محاربين، كان في مهندسين علشان يساعدوه في موضوع الحصار، كان في خبراء بيساعدوه في موضوع صناعه المنجنيقات وكل الاسلحه، غير علماء اطباء اداريين. المهمه كانت اننا نهد كل الموجود ونبني جديد بقى بس على مغولي. أول مرحلة في حملة هولاكو كانت ماشية زي السكينة في الجبنة. دخل بلاد فارس محدش قدر يوقفه لحد لما وصل
لحصن الإسماعيليين النزاريين اللي هي قلعة آلاموت، واللي طبعا أكيد سمعت عنها. الكلام ده كان سنة 1256. الناس كلها كانت طبعا مرعوبة من الحشاشين، وهولاكو كان عارف إزاي هيخلص عليهم. وهنا بيجي دور حد مهم جدا في القصة دي، نصير الدين الطوسي، عالم فارسي كان محبوس في قلعة آلاموت لسنين طويلة. المصادر مختلفة، هل كان رهينة ولا كان بيشتغل معاهم بإرادته، محدش فاهم بالظبط. لكن لما هولاكو وصل، الطوسي ده بقى واحد من أهم المستشارين بتوعه. وهنا حصلت حاجة برضو مثيرة للجدل جدا. في ناس بتقول إن الطوسي هو اللي نصح هولاكو إن هو لازم يكمل زحفه على بغداد، لازم ينهي الخلافة العباسية. وده لو صح يبقى عندنا عالم مسلم برتبة خاين. وعلى الرغم من الكلام ده ممكن ما يكونش صحيح 100%، لكن الأكيد إن الطوسي بقى مقرب جدا من هولاكو وأثر عليه بعد كده في حاجات كتير. المهم الحصن استسلم، دمر كل قلاعهم، والنجاح ده كان يعتبر يعني تحذير مرعب لأي حد تاني. هولاكو ما بيتفهمش، ما بيهزرش. بعدها الدور جه على بغداد سنة 1258، وهنا هولاكو بيوصل لقمة قوته التدميرية. هنا هنقف نقطة عند واحد من أكتر الشخصيات اللي ممكن تقول عليها ما كانش قد اللحظة دي أبدا، الخليفة العباسي المستعصم بالله. الراجل ده حرفيا كان شايف العاصفة جاية عليه وقال لك احنا هنقفل الشباك وان شاء الله تعدي، مفيش حاجة. والأسوأ من كده انه اعتمد على وزيره ابن العلقمي اللي كان شيعي، وكان شايف ان التعاون مع المغول ممكن يكون حل سياسي احسن من الحرب. في مصادر كمان بتقول ان ابن العلقمي كان متآمر علشان يسقط الخلافة العباسية، وده طبعا عندك بيضيف يعني طبقة تانية للخيانة، الاولاني الطوسي وده التاني. مش بس كده، في كمان مصادر بتقول ان ابن العلقمي اتعمد ان هو يقلل عدد الجنود اللي كانوا موجودين في بغداد بحجة ان ده بيوفر مصاريف مش محتاجينها دلوقتي. طبعا ده خلى المدينة مكشوفة عسكريا كأنها مستنية الموت، والمستعصم نفسه ما حاولش يعمل اي حاجة. في الوقت ده بغداد كانت تعتبر في اضعف حالاتها، الاسوار بتاعت المدينة بقالها سنين ما تصلحتش، الذخيرة قليلة جدا، الجنود عددهم قليل جدا، الناس نفسها ما كانش عندها روح اللي هو مش عايزين نحارب، مفيش قائد اصلا، هنحارب ليه؟ يعني المغول يعتبر جم لقوا مدينة واقفة على رجل واحدة، وخليفة قاعد مستني معجزة تحصل له من السماء. وبعد حصار 12 يوم، مش 12 اسبوع ولا 12 شهر، 12 يوم، هولاكو كان دخل بجيوشه وبدأ واحدة من أبشع المذابح اللي شافها التاريخ. مذبحة بشعة في بغداد، الناس كانت فيها بتتقتل بالآلاف، المكتبات الأسطورية اللي كانت مليانة كتب اتحرقت، كنوز الثقافة كلها اتدمرت، الخليفة نفسه اتقتل بطريقة بشعة ومرعبة، لفوه في سجادة كده ودقوه في الأرض لحد لما مات، على يعني علشان ما يسفكوش دم، وده احتراما لتقاليدهم هم. تخيل طيبة قلبهم يا راجل. دي يعتبر كانت نهاية الخلافة العباسية، وبشكل رمزي نهاية للعصر الذهبي للإسلام بالنسبة للعلوم. بعد كده هولاكو كمل ناحية الغرب، دخل سوريا، سيطر على حلب ودمشق، وكل خطوة بيخطيها كل الناس بتترعب. كتبغى قائد جيشه كان رايح ناحية الجنوب وعلى سيكا ويدخل مصر، لحد لما فجأة جه اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر. اتهزموا في معركة عين جالوت طبعا الأسطورية سنة 1260، ودي كانت المعركة اللي كانت بينهم وبين المماليك في فلسطين، وكانت أول هزيمة كبيرة للمغول في معركة مباشرة. وموت كتوبغا قائدهم في المعركة كان يعتبر نقطة تحول كبيرة حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. بعد الهزيمة في عين جالوت، تركيز هولاكو بدأ يتحول من قائد محارب بيتنقل طول الوقت لملك مستقر. أسس الدولة الإلخانية في بلاد فارس، وقال لك أما نريح بقى واتفرجوا على هولاكو الطيب منه. عمل إيه بقى يا باشا؟ بنى جامعة انترناشونال، مرصد مراغة الفلكي، جاب له علماء تقريبا من كل حتة في الدنيا. بعد كده المرصد ده بقى مؤسسة علمية ضمت حوالي 400 ألف كتاب، كان فيها معامل، أدوات متطورة، علماء من كل حتة. والمرصد ده العلماء اللي فيه كمان عملوا اكتشافات مهمة في علم الفلك والرياضيات. الطوسي نفسه اخترع حاجة اسمها زوج الطوسي، ودي طريقة رياضية كان يقدر يعني يحل بيها مشاكل في حركة الكواكب. واكتشافاته دي أثرت بعد كده حتى على كوبرنيكوس البولندي بعد كده بقرون كتير، وساعدت عموما في فهم النظام الشمسي. كمان من الجوانب الغريبة في شخصية هولاكو كانت علاقته بالأديان. مراته الأساسية دوكوز خاتون كانت مسيحية نسطورية، وكان ليها تأثير كبير جدا عليه. في حصار بغداد وبتأثير منها، المسيحيين في المدينة قدروا ينجوا من المذبحة دي. حتى ان هولاكو كان بيدعي في اوقات كتير ان هو مسيحي من هو صغير، وبيقول لك ان هو كان بيبعت رسائل للبابا في روما. لكن في نفس الوقت في مصادر تانية بتقول ان هو كان بوذي، وانه في اخر ايام حياته اتحول للبوذية، ده طبعا رغم مشاكل بينه وبين مراته المسيحية.
هولاكو مات في فبراير سنة 1265 وما كانش عدى 47 سنة. مات في أذربيجان واتدفن في جزيرة شاهي في بحيرة أورمية. جنازته كانت الجنازة الوحيدة في تاريخ الإلخانات اللي كان فيها قربان بشري. في كلام حوالين موته، بعض المصادر بتقول ان هو مات بالسم، وده لو صح يبقى حتى الموت جه بسبب صراعات سياسية، يعني حتى ما كانش نهاية طبيعية. هولاكو خان مثال على ان الشخصيات التاريخية بني ادمين، مش بالضرورة تكون خير صرف او شر صرف، حبة يعني من ده وحبة من ده. وده اللي كانت بروزته شخصية جت قبل هولاكو بحوالي 600 سنة، وبتعتبر من الأسوأ في تاريخ العراق. في نص القرن السابع الميلادي كانت الخلافة الإسلامية عمالة تتوسع وتكبر بسرعة الصاروخ، بس في نفس الوقت كانت غرقانة في مشاكل داخلية وخناقات قبلية وقلق سياسي ملوش أول من آخر. الدولة الأموية كانت بتحاول إن هي تثبت رجلها بالعافية وسط تحديات كتير حواليها، وكانت محتاجة يعني زي إيد أو حد يبوش معاها عشان اليوم يعدي. الحجاج بن يوسف الثقفي اتولد في الطائف سنة 661 ميلادية، وعلى عكس ناس كتيرة مهمة في عصره، الحجاج ما كانش من عيلة ليها اسم أو نفوذ. قبيلته ثقيف كانت طبعا معروفة بقوتها العسكرية، بس عيلته المباشرة ما كانش ليها أي وزن كبير. يعني تعيين والي العراق سنة 694 كانت ولاية معروفة إن هي فيها ثورات وتمردات، خلق أو وفر له البيئة اللي خلت عنفه ده يوصل لمستوى وحشي. رغبته ما كانتش مجرد ان هو يحكم وخلاص، وهو كان زي ما عايز تقول كده عايز يروض العراق، عايز يخليها جزء منتج ومخلص من الدولة الأموية مهما كان الثمن بقى، هيقتل اي حد. كان في خطبة طبعا الشهيرة اللي هو بيقول فيها اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها او حاجة كده، يعني اللي هو هيفرتك اي معارضه، ما بيهزرش وكله لازم يسمع الاوامر. ابشع واكتر عمل مثير للجدل عمله الحجاج كان حصاره لمكه سنه 692 ميلاديا. الحصار الطويل والمدمر ده كان ضد عبد الله بن الزبير، حفيد اول خليفه للمسلمين واللي كان وقتها بيطالب بالخلافه لنفسه. بدايه الحصار كانت في مارس 692 ميلاديا، واللي صدم كل الناس ان هو بدا يستخدم المنجنيق علشان يقصف الكعبه. تخيل! طبعا صدمة كبيرة جدا للعالم الإسلامي كله إن الكعبة بيت ربنا الحرام ممكن تتقصف باسم السلطة أو وحدة سياسية، سميها زي ما أنت عايز، بس أنت بتعمل إيه يعني؟ حتى عبد الله بن عمر الصحابي دخل المنطقة وحاول إن هو يوقف القصف ده. مثير للاهتمام كمان إن عبد الملك بن مروان كان أمر الحجاج إنه يحاصر المدينة ويقطع الإمدادات عن ابن الزبير، بس في أي حال من الأحوال ما تخلاش توصل لدم في مكة. لكن الحجاج تحسه زهق بسرعة وطلب إذن من الخليفة إنه ياخد مكة بالقوة، وساعتها بدأ القصف بالمنجنيقات من فوق الجبل. في الآخر الحصار ده خلص بموت ابن الزبير ورجوع الخلافة مرة تانية لإيد الأمويين. حتى بعد موت ابن الزبير أمر بصلب جثته خارج مكة لكام يوم، لحد لما أمه جت أسماء بنت أبي بكر وطلبت إن هو لازم ينزل جثته. بس على سنة 701 ميلاديا الناس في العراق كانت خلاص جابت آخرها، وجت ثورة ابن الأشعث، واللي ما كانتش مجرد تمرد مسلح يعني وخلاص. سبب الثورة دي كان ان الحجاج بعت جيش بقيادة واحد اسمه ابن الأشعث علشان يحارب ناس اسمهم الزابجة في سيجستان، اللي هو اقليم موجود في شرق ايران النهارده متقسم بينها وبين افغانستان. بس بسبب استهتاره بالجنود الجيش كله انقلب عليه، والثورة دي سيطرت على معظم العراق وفضلت شغالة حوالي سنتين. والأول مرة ظهر صوت كبير في الكوفة والبصرة والشام ضد الحجاج، والثورة كانت بتضم كل الناس، مسلمين من أصول عربية يعني موالي أو عرب كلهم مع بعض. حتى القراء أو علماء الدين وقتها كانوا موجودين في الثورة دي، وانتهت بوحشية في معركة دير الجماجم سنة 701، واللي اتقتل فيها آلاف الناس، ورجعت مرة تانية قبضة الحجاج. بعد سحق الثورة دي الحجاج بنى مدينة اسمها واسط سنة 702 علشان تبقى قاعدة عسكرية استراتيجية للجنود السوريين اللي هيعتمد عليهم جنود الشام، يعني اللي هيعتمد عليهم بعد كده في فرض حكمه. المدينة دي كانت طبعا موقعها استراتيجي بين الكوفة والبصرة، ومن هنا جه اسمها واسط اللي هو يعني في النص. بالرغم من كل الحملات العسكرية وجو الخوف والرعب ده، برضو الحجاج كان عنده حتة كده. عمل شوية إصلاحات إدارية مهمة جدا، اهتم بالزراعة في العراق، أمر بإصلاح الأراضي اللي كانت اتدمرت بسبب الحروب الكتير وهروب كتير من الفلاحين، بدأ يعمل عملات فضية عليها عبارات إسلامية بدل اللي كانت موجودة بتصميمات ساسانية قديمة. غير كمان لغة سجلات الضرائب يعني من الفارسية وخلاها بالعربية. ده غير إن هو اللي أمر بإضافة علامات التشكيل للمصحف الشريف.
طبعا زي ما انت عارف اضافه علامات تشكيل القران كانت ضروره في الوقت ده، لان الاسلام كان بدأ ينتشر في بلاد كتيرة، وناس كتير من غير العرب أسلموا وكانوا طبعا محتاجين مساعدة في قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة. نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر اللي كانوا تلاميذ أبي الأسود الدؤلي اتكلفوا بالمهمة دي بأمر من الحجاج نفسه، وفي البداية استخدموا الأول يعني زي نقط ملونة، نقطة فوق الحرف بدل الفتحة، نقطة تحتيه بدل الكسرة، نقطة جنبيه بدل الضمة، وهكذا. يعني الحجاج كمان كان معروف بنظام سجون مرعب وشبكة جواسيس واسعة. لما فتحوا السجون بعد موته لقوا فيها حوالي 50,000 راجل وست وطفل. المؤرخين بيقولوا انه قتل حوالي 120,000 بني آدم خلال فترة حكمه. من أشهر ضحاياه كان سعيد ابن جبير العالم والتابعي المشهور، واسمع الحوار اللي دار بينهم. قبل الإعدام الحجاج دخل عليه فبيقول له، بيستسخر بيه، يعني هو اسمه سعيد ابن جبير، فبيقول له ما اسمك؟ شقي ابن كثير، اللي هو بيهلهله يعني وبيكسر نفسه وبتاع. سعيد رد عليه وقال له أمي كانت أعلم لما سمتني. فالحجاج رد عليه قال له أنت شقي وأمك شقية، اللي هو يعني بيبهدله خالص. فراح رد عليه قال له علم الغيب عند غيرك، يعني انت هلس وبطنك فاضية. وراح رافع ايده للسماء وقال اللهم لا تسلطه على قتل أحد بعدي. فعلا الحجاج بعد 15 يوم مات وما قدرش يقتل اي حد تاني. الحجاج مات في يونيو 712 ميلاديا في مدينة واسط اللي كان بناها، وفي ايامه الاخيرة كان بيعاني من كوابيس رهيبة، وكان بيصحى مفزوع يقول لك مالي ولسعيد بن جبير. المصادر بتقول ان هو اتصاب بالشلل وان في دودة دخلت جوه بطنه وهي اللي قضت عليه. حكمه استمر لمدة 20 سنة من 694 ميلاديا ل 714 ميلاديا، وقدر يحول العراق من إقليم متمرد لإقليم خاضع تماما للسلطة الأموية. رغم قسوته محدش طبعا يقدر ينكر ان هو حقق استقرار وإصلاحات مهمة غيرت شكل العراق كله يعني على بعض. يعني في الآخر برضو بني آدم، حبة من الخير وحبة من الشر. بس الحقيقة اللي مش مفهوم دوافعه قوي هو شخصية جت بعد الحجاج بحوالي 1000 سنة. في أوائل القرن العشرين كان العالم بيتشكل من جديد. دايرة السلطة والعنف لسه عمالة تلف وتدور زي ما هي، بس بقى ليها ستايل جديد خالص. الإمبراطورية العثمانية أو الراجل المريض اللي كانت أوروبا مستنياه إن هو يفيص خالص يعني علشان يهلبوا أراضيه، إمبراطورية كانت بتحاول بالعافية إن هي تحافظ على اللي باقي من أراضيها، ومن ضمنها طبعا العراق في الوقت ده، واللي كان عامل زي طبق سلطة من الأعراق والأديان والأقليات. في قلب الطبق ده بقى اتولد واحد اسمه بكر صدقي في كركوك الموجودة النهاردة في شمال العراق سنة 1890، في مدينة كانت وقتها مزيج من الأكراد والتركمان والعرب والأشوريين. كانت مدينة لها طبيعة خاصة وخليط من الثقافات واللغات والصراعات على الهوية. أصوله هي كمان كانت مختلطة، أبوه عربي وأمه كردية، وده خلاه يعيش فكرة تحدي الهوية ده من هو لسه عيل صغير. اتعلم في مدارس عسكرية من الغالية منه يعني في بغداد واسطنبول، وده زرع جواه فكرة إن الحلول العسكرية هي الحل النهائي لأي مشكلة. انضم للجيش العثماني، بدأ يكتسب خبرات معاهم وهو بيحارب مثلا في حروب البلقان أو الحرب العالمية الأولى، وده زود فكرة عنده إن القوة هي الحكم الأول والأخير لأي سلطة ونظام. بعد ما الإمبراطورية العثمانية انهارت بدأ بسرعة يندمج ويتأقلم مع اللي بيحصل يعني، وانضم للجيش العراقي اللي كان لسه بيتكون. العراق وقتها كان تحت الانتداب البريطاني سنة 1921، ولقى نفسه عمال يلاقي بقى تحديات على فرص، بس بسرعة سمعته بان هو عنيف وبيعرف يقمع الثورات بدأت تصيط. علشان كده عرفوا ان واحد زي ده مهم، زي ما كانوا برضو محتاجين الحجاج في وقته. بعد شوية ترقيات بدأ يتبدل جدا من السياسيين المدنيين اللي كانوا حواليه موجودين في العراق، كان شايفهم فاسدين ومش كفء ومن الاخر ما لهمش عايزه. الجيش بانضباطه وتنظيمه هو القوة الوحيدة اللي تقدر تعمل تحديث للعراق. في الحتة دي على فكرة هو ما كانش لوحده، كان في موجة أو هوجة كبيرة كده في كل الدول الجديدة اللي كانت لسه طالعة من تحت الحكم الاستعماري، كانت موجودة عندها مؤسسات سياسية مدنية ضعيفة، وغالبا ما كانش عندها أصلا شرعية شعبية أو أصلا يعني حتى عارفة تمشي الدنيا. في المقابل الجيش، واللي طبعا يعني كان غالبا بيكون متدرب على إيد المستعمرين الأجانب، كان أقوى. أهم لقطة في حياة بكر صدقي كلها كانت في أغسطس سنة 1933. قدر يقود القوات العراقية في قمع وحشي جدا للمسيحيين الأشوريين في سميل، والمذبحة دي راح ضحيتها ما بين 300 وممكن لحد 5000 أشوري على حسب التقديرات المختلفة. دمر أكتر من 60 قرية. طبعا الكلام ده اتدان دوليا وبقى وصمة عار في تاريخ العراق، إلا إنه بشكل متناقض خلاه زي بطل قومي عند شوية من القوميين العراقيين.
ناس تانية طبعا كانوا بيأكدوا انه ده بيخاف على سلطة الدولة، وجزء تاني طبعا شافوه مجرم حرب. العنف بتاع بكر صدقي ما وقفش بس عند سميل، ده كمان كمل وبدأ يقمع ثورات شيعية كانت في الرميثة والديوانية ما بين سنة 1935 و 1936. الثورات دي كانت اصلا اساسها احساس القبائل اللي موجودة هناك، القبائل الشيعية، ان هم متهمشين من الحكومة العراقية السنية. بكر صدقي بدأ يعلن الأحكام العرفية واستخدم قوة الطيران العراقي والجيش ضد القبائل الشيعية، وده طبعا اتسبب في قتل ناس كتير جدا، غير تدمير وتشريد وإعدامات كانت بتحصل في الشارع. احتكاره للسياسيين المدنيين خلاه في 29 أكتوبر سنة 36 يعمل أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق والعالم العربي كله. اختار اليوم ده بالذات لأنه كان عارف أن رئيس الأركان طه الهاشمي كان موجود في أنقرة تركيا قبل الانقلاب ده بيوم، اللي هو الجو كان هادي خالص والدنيا وصوص. 11 طيارة عراقية بدأت ترمي منشورات على بغداد بتطالب الملك بإقالة إدارة ياسين الهاشمي وتنصيب مكانه حكمة سليمان. المنشورات دي كانت موقعة من صدقي نفسه باسم قائد القوات الوطنية الإصلاحية. الأهم كمان إن الانقلاب ده اتعمل بالتعاون مع مجموعة مدنية اسمها الأهالي. في الانقلاب ده وزير الدفاع جعفر العسكري اللي بيقولوا عليه ابو الجيش العراقي اتقتل باوامر من بكر صدقي نفسه، والحادثه دي كانت نقطه تحول لان جعفر العسكري كان محبوب من الجيش والناس اللي حواليه، وقتله خلى كتير من الضباط اللي حوالين صدقي يبعدوا عنه ويقلقوا منه، وهو اتحول بعد كده من ضابط بيشتغل في الحكومة لأنه يكون هو أصلا الحكومة نفسها. وفي يوليو سنة 37 حكومة بكر صدقي بتوقع معاهدة سعد أباد مع تركيا وإيران وأفغانستان علشان تحسن العلاقات مع جيرانهم اللي هم مش عرب، يعني الموجودين في ناحية الشرق. بس حكم بكر صدقي ما كملش كتير، كان قصير جدا، لأنه في أغسطس سنة 37 كان سافر لتركيا علشان يحضر مناورات عسكرية، وفي يوم 11 أغسطس سنة 37 هو في قاعدة الموصل الجوية في طريقه لتركيا اغتيل على ايد عريف عراقي. وسبحان الله الاغتيال حصل او جه في نفس التاريخ اللي كان الذكرى الرابعة لمذبحة سميل، يوم 11 أغسطس. القاتل كان قريب واحد اسمه ضياء يونس، واللي كان اتقتل في يناير من نفس السنة بتحريض من بكر نفسه، وعلى طول حكومة سليمان سقطت وسليمان نفسه اضطر ان هو يستقيل من منصبه. نور السعيد اللي كان متجوز من عيلة جعفر العسكري اللي اتقتل اللي قلت لك عليه، هو اللي ركب وقال لك بقى انا هحاسب المسؤولين، بس ده واحد ليه قصه خالص لوحدها، واصلا كده كده موجود معانا في لسته ال 30. انقلاب بكر صدقي كان بدايه لعصر من عدم الاستقرار السياسي في العراق. ما بين سنه 1936 و 1941 حصل حوالي 6 انقلابات عسكريه، ودي كانت بداية سلسلة يعني من الانقلابات اللي كان منها مثلا المربع الذهبي سنة 41، ثورة 14 يوليو سنة 58، انقلاب فبراير سنة 63 ثورة رمضان، وانقلاب نوفمبر سنة 1963. بس الثورة اللي حصلت في يوم 14 يوليو سنة 1958 هي اللي شالت طبعا الملكية الهاشمية خالص، ودي كانت زي النتيجة أو تدويج أو يعني إن آخر حاجة خالص وصلوا لها بعد كل الانقلابات اللي كان بدأها بكر صدقي سنة 36. بكر صدقي كان الراجل اللي فتح الباب قدام ثقافة جديدة خالص في السياسة العربية، ثقافة الانقلابات العسكرية. كان شايف ان الجيش هو الحل الوحيد لمشاكل العراق، وان السياسيين المدنيين فاشلين وما بيفهموش اي حاجة. احيانا في ناس بتحاول ان هي تدور على حلول سريعة بالقوة علشان في الاخر يلاقوا نفسهم بيعملوا مشاكل اطول واكبر. من جنكيز خان وعدينا على الحجاج ووصلنا في الاخر لبكر صدقي. 3 قصص ب3 قوى مدمرة، لكنها بتوريك نفس الفكرة تقريبا، العلاقة الخطيرة بين السلطة والعنف والرغبة في النظام. كل واحد منهم بطريقته جسد وش من وشوش العلاقة دي. القصص دي مش مجرد حكايات، دي دروس لسه بتشكل حاضرنا ومستقبلنا. فانت ايه رأيك؟ هل التاريخ بيعيد نفسه ولا احنا بنتعلم منه بجد، ولا مفيش فايدة، ولا ايه؟ استنى رأيكم في الكومنتس، قولوا لنا مين من المش كويسين اللي كان في تاريخ العراق كان المفروض يبقى في الليستة دي، وكمان قولوا لنا ايه هي الدولة اللي عاوزين تشوفوا نسخة المش كويسين بتاعتها. ما تنسوش لايك وشير الفيديو، سبسكرايب في القناة، اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.